ايه ده؟ انا فين؟ ايه المكان ده؟ عبارة عن ايه؟ فنجولة فنجولة، انتي في لعبة. لعبة؟ وايه المطلوب مني في اللعبة دي؟ علشان تعدي من ليفل 1 لازم تحكي لنا حكاية فيها موعظة وحكمة. هل موافقة؟ موافقة. ده انت جيت في ملعبي، حكاية وقصة. طب ما نيجي نشوف. يحكى أن كان في راجل اسمه جحا، قرر يخرج من بيته ويسافر لغرض التجارة هو وابنه. وأثناء ما هما ماشيين عدوا على قوم، على أهل قرية. كلهم كانوا بيسألوا بعض أهل القرية مين دول؟ شوفوا 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 الابن الضال، شوفوا الابن الغير صالح راكب هو على الحمار وماشي أبوه المسكين الغلبان. ولأن جحا كان بيهتم قوي بكلام الناس، فورا نزل ابنه من على الحمار وركب هو. في أثناء رحلته قابل أهل قرية تانيين، شافوهم برضو وقالوا مين دول؟ دول غرباء. بس شفتوا الأب الظالم راكب هو على الحمار وماشي ابنه الصغير المسكين الغلبان. وعلشان جحا برضو بيهتم بكلام الناس، قرر انه يركب معاه ابنه على الحمار. وهكذا، وعدى على قوم تانيين لقوه راكب هو وابنه على الحمار، قالوا ايه الناس الظلمة دول؟ ما عندهمش الرفق بالحيوان، حرام عليهم. وعشان طبعا الناس ما يقولوش علينا حاجة، نزل هو وابنه من على الحمار، فعدوا على قوم تانيين فقالوا ايه الناس المغفلة دي؟ ماشيين على رجليهم وسايبين الحمار كده هو فاضي من غير ما يركبوه؟ امال جايبينه ليه؟ يا ترى كان مصير جحا ايه؟ بيقولوا في احدى الروايات ان هو اتجنن وشال الحمار على راسه، والناس قالوا يا عيني ده مجنون. السؤال هنا، هل فعلا جحا كان ضحية ولا هو اللي كان غلطان؟ كان غلطان لما اهتم جدا برضا الناس. أهم من رضا الناس على البني آدم هو رضا رب العالمين. كان لازم جحا يفهم ده، بدل ما يرضي الناس كان ركز في تجارته وفي مشواره، وعارف إن كلام الناس متقلب. رحلة جحا مش مجرد رحلة للتجارة، دي رحلة شبيهة بالحياة. يا ريت تشاركوني آرائكم وأفكاركم في كومنت. هل فعلا جحا ضحية ولا هو اللي غلطان؟ يا ريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.